في بداية أي مصمم جرافيك طبيعي يغلط، وده العادي، بس في أخطاء معينة لو تجنبتها من الأول تحسن جدا من مستواك وهتفرق معاك كتير، وهتوفر على نفسك وقت ومجهود علشان تتحسن، كمان هتوصل شغلك لأن هو يبقى بروفيشنال في أقرب. الحلقة دي هنتكلم مع بعض أشهر الأخطاء اللي بيقع فيها المصمم المبتدئ وإزاي أتجنبها بخطوات بسيطة. خليكم معانا وانا ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ياسر من قناه مويا ستوديو. اول مشكله معانا وهي استخدام اكتر من خطين في التصميم بتاعك، وانك بتستخدم مثلا 3 أو 4 خطوط مالهمش دعوه ببعض relevant علشان تعمل تصميم شكله شيك وشكله كول شويه، بس ده مش حقيقي. انت باللي انت بتعمله ده بتبوظ التصميم وبيبان قوي ان هو من شخص هاوي او مبتدئ. حل ان احنا نشتغل بفونت واحد او اتنين ويكونوا لايقين على بعض، ما يكونش واحد مثلا فانكي وواحد سيرف باين قوي ان هو فورمال، والبوبنز زي ما جوجل بتستخدم والحاجات دي كلها، لكن مثلا ما يبقاش حاجه فانكي او فيها فري ستايل وتدمجهم مع بعض. خليك بين خطين فقط. تاني حاجه وهي انك تستخدم الوان كتير وعشوائيه مش لايقه على بعض، او انت فاكر ان هي لايقه على بعض، بس لما بتوري حد التصميم بتاعك بيبان قوي ان انت عملته بطريقه غير مدروسه وممكن يبقى بيضايق العين او بيضايق المتلقي، وساعتها بيبقى باين ان التصميم ده من حد مبتدئ او هاوي. والحل ان انت تتعلم نظريات الالوان ودايره الالوان وتعرف ايه الالوان اللي فيها تباين ما بينها او بيبقى عكس بعض، الوان سخنه الوان بارده، وده يفرق معاك جدا في التصميمات، وهتعرف تستخدم اكتر من لون في تصميم واحد ويكونوا لايقين على بعض من غير ما تزعج المتلقي. 3، انك تستخدم صور بجوده ضعيفه او لو كواليتي او ريزولوشن قليله. دي طبعا ناس كتير جدا بتقع فيها من باب ان هي عايزه صوره معينه، بيفتحوا جوجل بيجيبوها على طول، وطبعا بيبان ان الشغل unprofessional او مش شغل مصمم فاهم هو بيعمل ايه، او على الاقل هيكون مصمم بيعمل مجهود قليل قوي في شغله، وطبعا ده مش شيء كويس. الحل معانا ان احنا بنستخدم جوجل برضو عادي، بس تبقى مفلتر ان انت عايز الريزلتس اللي هتطلع لك او الكواليتي بتاعتها تكون اعلى حاجه. وطبعا تقدر تستخدم مواقع كتير زي بنترست وتتاكد ان يكون الكواليتي بتاعت الصوره عاليه. عندك انسبلاش، عندك بيكسلز، عندك مواقع كتير جدا ممكن تستخدمها وبيكون فيها الصور اللي انت محتاجها او تقدر الموضوع اللي انت بتصممه. رابع خطأ معانا وهو التصميم بدون جريد أو محاذاة alignment، وده بيقع فيه أغلب المصممين إن هم بيحطوا العناصر اللي هم عايزين يستخدموها واللي ممكن يكون الكلاينت طالب إن هي تكون موجودة بس بطريقة غير منظمة أو بطريقة عشوائية، بينطوروها في التصميم بتاعهم، وده ناتج عن إن هم مش متعلمين الجريد سيستم أو مش عارفين قواعد استخدام الجريد في ان هم يظبطوا اللاي اوت بتاع التصميم بتاعهم، وكمان ما يعرفوش الالاينمنت. والحل ان انت تذاكر الجريد سيستم والالاينمنت بحيث ان انت تعمل محاذاه ما بين العناصر بتاعتك جوه التصميم علشان تبقى كلها متماسكه ولايقه على بعضها. طبعا الكلام ده من لاي اوت، من محاذاه، من سكيلينج، من روتيشن، الكلام ده كله. خامس خطأ معانا وهو استخدام تأثيرات كتير أو افكتس كتير، وهي إن أنت ممكن تبقى تستخدم دروب شادو بدرجة عالية جدا أو بقوة عالية قوي، أو بتعمل الجلوينج بتاع الحاجة اللي أنت عايزها تبقى منورة بشكل قوي، أو بتستخدم تكتشر معين ومقويه قوي مش مقلل الشفافية بتاعته أو كده. ده بيؤدي إن أنت تبقى عامل تصميم شكله مش أحسن حاجة وأنت مش عارف إيه المشكلة فيه، مع إنك عامل عناصر كتير وحاجة كويسة بس انت بيبقى ناقصك الفاينل تاتشز. والحل معانا ان احنا هنستخدم كل الافكتس دي بس بطريقه معينه، وهي ان احنا نقلل قوتها. هتقلل القوه بتاعت الدروب شادو مثلا ان انت هتخلي الشادو بتاعك هادي ويكون ممزوج مع الباك جراوند او لايق عليه، وكمان جلوينج اي افكت انت عايز تعمله يكون هادي، مش لازم تعمل حاجه قويه قوي علشان تبين ان انت عامل مجهود، لا المجهود بيبان قوي في ادق التفاصيل البسيطه اللي مش باينه بيتحسن. وكمان تقلل الاوباستي بتاعتك لو انت عامل تكتشر معين. رقم 6 هو البعد عن الفكره الرئيسيه او التارجت اودينس بتاعك، ان انت مثلا تبقى بتعمل تصميم لصيدليه وتحط الوان بعيده قوي عن فكره صيدليه، او مثلا بتعمل اعلان لمرهم ركبه مثلا وتبقى جايب حد مبسوط او كده، لا انت المفروض تبين تعاطف او ان هو متضايق من ركبته وهكذا. فانت لازم تبقى عارف التارجت اودينس بتاعك محتاج ايه، ولازم تبقى عارف من قبل ما تصمم اي حاجه تبقى بتفكر في الجمهور بتاعك او الجمهور المتلقي قبل التصميم. رقم 7 وهو الخطأ الأخير معانا اللي ممكن أي مصمم مبتدئ يعمله، ولا كده أغلبنا كنا بنعمله في بدايتنا، وهو التسرع في التسليم. إن أنت تبقى متسرع جدا إن أنت عايز تقدم للعميل الشغل بأسرع وقت عشان يبان إن أنت بروفيشنال وبتعمل الشغل بسرعة والموضوع بالنسبة لك سهل، علشان كمان يديك شغل أكتر ويديك مرتبك أو يديك الفلوس اللي متفقين عليها في أقرب وقت. وده بينتج عنه إن أنت هتبقى مش مراجع كويس، يفوتك تعديلات كتير ممكن تكون في النص، يفوتك اديتس كتير ممكن تكون في الصور. والحل هو انك تاخد وقتك كويس جدا في المراجعه قبل التسليم للعميل. ممكن تسيب التصميم بتاعك بعد ما تخلصه خالص نص ساعه او ساعه
وبعد كده ترجع تبص عليه، واكيد هيبان لك ساعتها ان انت محتاج تعدل شويه حاجات، ممكن في الالوان، ممكن في الايديتس بتاعت الصور، ممكن في التكست، ممكن في الاحجام. ساعتها هتقدم الشغل بنتيجه احسن، كواليتي احسن، وهتضمن استمراريه العميل معاك. وبكده نكون خلصنا حلقتنا. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او فولو، وتفعلوا زر الجرس، واستنونا في حلقه جديده. سلام.